لما نيجي نتكلم بقى المنافسات اللي بنتكلم فيها بقى في حتة الايه الفرق الاسيوية، مالها يا عم الفرق الاسيوية؟ الاهلي مع الفرق الاسيوية بس لوحده لعب 9 مباريات، كسب 5 وخسر 4. يعني الاهلي بيتفوق على الفرق الاسيوية في كأس العالم للأندية، رغم ان الفرق الافريقية كلها اتواجهت مع الفرق الاسيوية في 9 مباريات. الفرق الافريقيه كسبت مباراه واحده بعيد عن الاهلي، ولكن الاهلي اللي بيواجه لوحده الفرق الاسيويه في كاس العالم 9 مواجهات بيقدر يفوز فيهم 5 وبيخسر 4. طب الاهلي سجل كام هدف في الفرق الاسيويه؟ سجل 13 هدف، ولكن دخل في شباكه 11 هدف. علشان الاهلي بيقول للفرق الاسيويه انا نمبر 1، ومهما تتكلموا عليا فانا دايما باجي كاس العالم وبقول لكم ازيكم تاكلوا طعميه، ولكن انتوا مش بيعجبكم الطعميه، بس بتحبوا ان انتوا تتكلموا عليها علشان ترزعكوا على قفاكم. علشان بالاخص نيجي نتكلم في اخر 3 مواجهات ما بين الاهلي والفرق الاسيويه، هنلاقي ان في مواجهتين مع الفرق السعوديه، ان الاهلي بيواجه الهلال السعودي وبيرزعوا 4-0 لو نفتكر على الهادي خالص، ثم بعد كده مواجهه الاتحاد السعودي في كاس العالم اللي لسه خلصان وفوز الاهلي 3-0، ثم اخر مواجهه امام اوراوا الياباني، علشان الاهلي بيكون 3 مباريات متتاليه مع الفرق الاسيويه في كاس العالم للانديه بيفوز ب3 مباريات، وبيقول للفرق السعوديه والاسيويه ايه رايكم في الطعميه؟